يلا نخلص بقى من الموضوع ده مرة وللأبد. الفريند زون مش موجودة أصلا. دي كذبة مريحة الناس بتقولها لنفسها علشان تهرب من الحقيقة. الإعجاب مش حاجة بتتفاوض عليها. النهاردة هنفهم ليه المفهوم ده سام، ايه اللي بيحصل فعلا لما حد يرفضك، وازاي تتجنب الوضع ده خالص. بص على الواقع كده، لو اتقالك انك في فريند زون ففي احتمالين بس. واحد، انتوا من الأول كنتوا أصدقاء وانت بس اللي بدأت تحس بحاجات تانية. اثنان، انت أصلا ما كنتش صديق بجد، كنت بتمثل انك صاحبها علشان توصل لحاجة تانية. تسميتها فريند زون دي طريقة للهروب من المسؤولية، بتخليك تلومها هي اللي لعبت بيا، بدل ما تعترف انك فهمت غلط او انك ما كنتش صريح من الأول. لما تعمل معروف او تساعد حد لمجرد انك مستني حب او علاقة في المقابل، ده اسمه تلاعب، والبنات بتفهم كده كويس جدا. مثال، الولد الطيب بجد ساعدتها تنقل لأنها صاحبتي وده الطبيعي، نايس جاي. ساعدتها تنقل، طب ليه مش عايزة تخرج معايا؟ اسمع دي، الاحترام مش تذكرة لحاجة في المقابل. البنات مش ماكينة تديها عملت لك معروف فيطلع لك حب، مش كده خالص. القاعدة الأولى، صرح من الأول. لو عندك إعجاب بيها قول كده بصراحة، ما تفضلش تدور حواليها شهور بحجة نبني صداقة. سكريبت بسيط، أنا شايف إنك شخصية حلوة، تيجي نخرج نتعشى الجمعة دي أنا وإنتي بس. واضح صريح ما فيهوش لف ودوران. القعدة التانية، تقبل الرفض برؤي. قالت لا، ردك ولا يهمك، شكرا على صراحتك وخلاص. ما تحاولش تديها ذنب ولا تفضل مستني، الإعجاب مش حاجة ممكن تفرضها. القعدة التالتة، خليك شخص مرغوب فيه. البنات وزيهم الناس عموما بينجذبوا لناس عندهم هدف أو شغف في حياتهم، احترام للنفس وحدود واضحة، مش محتاجين حد يكملهم، واثقين في نفسهم. ملحوظة، ده مش خداع، دي مش حيلة، دي طريقة إنك تبقى نسخة أحسن من نفسك فعلا. انسى كلمة كويس. البنات بتحب الرجالة اللي بياخدوا قرارات. يلا نروح المكان ده. مش تحبي تروحي فين؟ مش بيكشفوا كل حاجة من أول خروجة، بيكونوا تحدي شوية، مش دايما بيقولوا لأي حاجة. كلمة عندك إمكانيات مفيش منها فايدة. البنات بتخرج مع اللي انت عليه دلوقتي مش اللي ممكن تبقى عليه. أعجبت بحد؟ اطلب تخرج معاه خلال أسبوعين، مفيش إنه صاحب بعض الأول. اترفضت؟ احتفل، لأنك أنقذت نفسك من شهور من الوهم. سيب نار في الكومنت لو خلصت أعذار ومستعد تاخد السيطرة على حياتك العاطفية.